بص يا سيدي، 15 سبب هيعرفوك ان الدايت وتغيير شكلك وشكل جسمك معايا مختلف. ما عنديش حاجة اسمها دايت قاسي. النظام لازم يكون معتدل عشان تبقى مرتاح وتقدر تكمل لوقت كويس. بعرف ارفع كفاءة الرجيم واخليه يشغل حرقك كويس جدا بمجرد التزامك عليه. بعمل لك جدول زمني وبنمشي عليه وبنعمل تارجت عشان تبقى عارف راسك من رجليك. بيتم تغيير السيستم بشكل اسبوعي وبنشتغل بنظرية التدوير عشان جسمك يفضل يستجيب. برتب لك الانظمة حسب وزنك، برفع معدلات الحرق من خلال متابعة العادات وبعض النصايح والنظام نفسه. اليوم الفري موجود لكسر روتين اسبوع الدايت. ما بستخدمش اي نظام غير صحي مهما كانت نتائجه حتى لو ده طلبك. تغيير كم السعرات في حدود المناسب عشان يفضل فيه استجابة وما يحصلش ثبات. براقب كل الأسباب اللي بتعمل ثبات وزن وبسأل عليها كل أسبوع وبعالجها فورا لو ظهرت. بحقق المعادلة والتوازن بين التغذية وإنقاص الوزن. فاهم مش حافظ. مش بفتي ولا بتدخل في اللي ماليش فيه لأن مؤمن دايما بالتخصص. بنوع في أكل الدايت وهتاكل أكل طعمه حلو مش بس جبنة ريش وزبادي. أخيرا التمارين اللي بطلب منك تعملها مدروسة كويس جدا من حيث تقنين الأحمال والراحات البينية. بس يا سيدي،